اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا بينا النهارده كده نشوف هنعمل ايه مع بعض. هنعمل حاجه بسيطه وسهله باذن الله. هنعمل مكرونه سباكيتي بصلصه وفرخه بلدي كده مسلوقه ومحمره تستاهل بقكم. تعالوا بينا كده. اول حاجه بسم الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي ويا شفيعي يا رسول الله. بصوا كده، اول حاجه انا علقت كده الحله معايا على الميه علشان اسلق فيها المكرونه، وبرده هنا برده حطيت حله فيها ميه تاني عشان اسلق فيها الفرخه. وهنا هنعمل تسبيكه المكرونه بتاعتنا الاسباجيتي. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، انا جايبه معايا هنا توم وشطه ودقاهم كده معايا في الهون. اول حاجه اجيب معايا الماده الدهنيه بتاعتنا اللي هي الزيت. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الزيت كده معانا، نحط معانا كده الثوم والشطه. انا بحب كده اضرب قرن شطه كده قرن فلفل، بس هو سبايسي اللي هو حراق يعني، حطاه في قلب التومه معايا يخلي كده ايه التوميه معايا كده حلوه ونفسها حلو. والفلفل اصلا مع الثوم بيدي نكهه كده مميزه، بتخلي ريحه الصلصه وطعمها حلو. استنى كده التومه معانا تصفر عشان نشوف هنعمل ايه. بصوا يا حبايب قلبي، بصوا التومه كده معايا اصفرت كده حلو ما شاء الله. انا طبعا مطلعه كيس صلصه معايا من الفريزر وحطيته يسيب. بسم الله ما شاء الله، من اللي احنا كنا عاملينهم مع بعض. عاملاها منزله الوصفه بتاعت الطماطم المتخزنه، سهله وبسيطه، بتنفعني في الازمات اللي زي كده، ان انت عايزه تنجزي نفسك كده وتخلصي اكله كده سهله وبسيطه. وكمان الطماطم اليومين دولت عندنا غاليه، فايه بنمشي حالنا بنطلع كيس ونعمل منه التسبيكه وبتبقى زي الفل. وانا بقى هحط ايه في قلب الصلصه بتاعت المكرونه معايا. هجيب واحده ماجي اهي، وهسبك بقى الايه الصلصه بتاعتي واسيبها تتسبك مع بعضها. احط لها رشه من الفلفل الاسمر ورشه من الكزبره، ريحه الطشه بتاعت التومه بتاعت الصلصه ريحتها تحفه، علشان قرن الشطه اللي محطوط كده معاها في قلب التومه مدقوق معاها ما شاء الله جميل. احط رشه شطه بسيطه خالص، واحط بقى معايا رشه حبهان في الصلصه، واللورا بيدي نكهه للصلصه كده، بيخلي ريحتها مفحفحه معاكي في البيت كله. وكده انا خلاص مش هحط لها اي حاجه تاني غير ناقصها حاجه واحده اللي هي الملح. بسم الله، نجيب معانا شويه من الملح كده، نعمل حساب ان احنا حاطين معانا مكعب دجاج. وكده خلاص الصلصه بتاعتنا ولا اسهل من كده. تاخدي شويه توتو. بسم الله ما شاء الله، هقلب بس التوابل كده تنزل كده. بصوا حتى الصلصه معايا لسه فيها كتله اهي، والباقي ساب معايا. انا بقى هسيبها كده تسيب وتتسبك وتاخد راحتها، ونشوف هنكمل بقى وصفاتنا ونعمل ايه. بصوا يا حبايب قلبي، الميه معايا اهي بتاعه المكرونه خلاص. احنا بصوا غطيت كده، بصوا تعالي كده يا توتو، غطيت على الصلصه اهي وهسيبها تتسبك، وحطينا لها كل حاجه وبهرناها وتمام تمام. هنا بقى الميه بتاعه المكرونه معانا عشان نسلق المكرونه. هحط ايه في ميه سلق المكرونه؟ معلقه من الملح كده مليانه بس كده خلاص. ما بنحطش في ميه السلق اي حاجه تانية. انا هستخدم النهارده هنعمل مكرونه سباكيتي الاولاد طالبينها. بسم الله، احنا بنعمل اللي هم حابينه واللي هم طالبينه. بسم الله الرحمن الرحيم. افتح كده الكيس معايا. انا بحب اجيبها واقوم بصوا اسمها اتنين بس مش اكتر من كده. بجيبها كلها، اجيب الكيسين، انا هستخدم النهارده كيسين، واقوم فاتحاها ومطلعاها كده من الكيس واسمها 2. هفتح الكيس التاني. بسم الله، براحتك كده بقى في المطبخ بقى، انت ايه تعملي الحاجه كده بسم الله في البدايه عشان الحاجه تطلع معاكي حلوه كده وفيها بركه.
وتطلع معاكي نفس وطعم وريحه وكل حاجه. اهو خلص كده الحاجه بتاعتنا، هحط بنفس اللي ما حطيت كده زي ما حطيت المكرونه، هكمل برده نفس المكرونه كده وانزل الكيس التاني. بصوا يا حبايب قلبي كده انا سقطت المكرونه على البوتاجاز اهيت الاسباجيتي، والصلصه اتعملت وحطيت الحاجه على البوتاجاز معايا. بصوا كده معايا الفرخه البلدي الصغنطوطه المحندقه دي، سبتها نقعتها ونضفتها تنظيفه حلوه، ونقعتها بليمون وملح ودقيق بس، ما حطيتش خل، ومسكتها غسلتها ونضفتها تنظيفه حلوه علشان احنا هنعملها سليمه. طالما هنعملها سليمه لازم تنضفيها حلو وتشيلي. بصوا الفشش من جوه، تعالي كده يمنا كده لو وريتها لهم. بصوا كده يا حبايب قلبي، انا مش عارفه هي مش باينه لكم كده، تعالي يا توتو، تعالي لي من الناحيه دي يا توتو. بسم الله. بصوا يا حبايب قلبي، بصوا الفرخه من جوه اهي جات لكم اهي في النور. بصوا مخلياها نظيفه وزي القشطه، ما فيهاش اي حاجه، ولا العرق اللي هنا ولا اللي بيتقال عليها كبده، هي مش عارفه كبده ازاي، الكبده اصلا مع القناصه والفشش اللي بتبقى في الجناب، ومخليها نظيفه وزي القشطه معايا ازاي بس. وغسلاها وخليها زي الفل، وبكتف معايا الاجنحه كده من الجناب بس، بشيل الطرف. بصوا انا بقطع الطرف اللي هنا ده كده عشان بيبقى ناتج عن الزفاره، والحته اللي هنا دي كده. فانا غسلتها غسله حلوه وايه، وهكتفها كده، وهجايبه معايا هنا ملح وفلفل وكمون وكزبره، وهقلبهم كده مع بعضهم كده، واقوم جايبه ماسكه الفرخه بتاعتي البلدي دي ومحدقاها كده، واديها تقليبه كده في قلب كانك بتعملي لها كده مساج. بصوا كده ما شاء الله، نخلي الفرخه معانا كده ايه حلوه كده من جوه ومن بره اهي، وناخد رشه الدقه معانا كده برده من جوه. بسم الله. وندعكها كده دعكه حلوه، وانا حاطه لها ميه على البوتاجاز. طبعا الفراخ البلدي ما بتبقاش عايزه لعب كتير في الطعم بقى وتقعدي تدعكي بصلايه وبتاع، لا البلدي بتبقى لها طعم مختلف عن الفراخ البيضه اللي احنا بنحاول نطعمها وندعم لها الطعم بتاعها، فبنخليها ايه. بصوا بصوا برده الكبد معايا، بصوا الرجول بتاعه الفرخه البلدي غسلها برده مخليها زي القشطه، والقناصه معايا اهي، القناصه اهيت، وادي الزور بتاع الفرخه والكبدايه وكله اتدعك معايا زي الفل معايا اهو بشويه الدقه. طبعا الميه بصوا معايا على البوتاجاز كده، تعالي كده يا توتو، الميه بتغلي اهي. بسم الله. هقوم نازله معايا بالفرخه وحطها على بطنها، بصوا كده ما شاء الله اهي، وهنزل الحوايج بتاعه الفرخه معانا كده، وهسيبها تاخد قلب فين علشان لو جابت ريمه او اي حاجه اشيلها قبل ما احط لها الحاجات اللي احنا بنحطها في الشوربه. وبصوا المكرونه معايا اهي اشتغلت اهي على البوتاجاز، اديها برده تقليبه ما شاء الله. هي اول بس ما بتتحط كده عشان افلفلها من بعضها بقوم مديها تقليبه، ما بقلبهاش باستمرار عشان ما تتكسرش، انا بس بديها تقليبه عشان تبقى فكه من بعضها كده، ما تبقاش ايه لازقه في بعضها كده ومكلكعه. ونسيب بقى الفرخه تاخد غلوه كده معانا. اكلنا النهارده سهل وبسيط، ما فيهوش شغل كتير ولا متعب ولا حاجه، هي شويه المكرونه وفرخايه وزي الفل، وهنحمرها وهتبقى زي العسل. خليكم معايا وتابعوني ونشوف هنعمل ايه تاني. بصوا حبايب قلبي كده الفرخه ما شاء الله غليت معانا، ولا فيها ريمه ولا اي حاجه اهي. هنجيب لها بقى كده الايه، انا جايبه هنا معايا جزر ولورا وحبهان وبصل وجزر وواحده ماجي، وحاطه رشه من جوز الطيب، بشره جوز الطيب وحاطه معايا، وهنزله كده في قلب الشوربه معايا بس كده. خلاص معايا كده، هسيب بقى الفرخه معايا تستوي. اول ما تستوي يا حبايب قلبي احس ان هي خلاص داخله في السوا، هقوم حاطه لها بقى نشوف هنحط ايه مع بعض. بصوا يا حبايبي انا جبت كده معايا المكرونه عشان انا عايزاها تكون بارده معايا عشان اشوحها معايا في قلب الصلصه، وبرده مع ذلك عشان انا بصفيها كويس بس، ومع ذلك ما سويتهاش السوا الكامل عشان بصوا ما شاء الله، بصوا مفرفره معايا ازاي، اديتها ايه ما شاء الله لا قوه الا بالله. طبعا انا ايدي نضيفه، بصوا ما شاء الله. انا عايزه حابه بس اوريكم الفرفره بتاعت المكرونه، بصوا عامله ازاي ما شاء الله، كلها مفلفله وجميله. طبعا انا ايدي نضيفه يا حبايب قلبي، احط ايدي كده، ادي المكرونه بتاعتنا وحطيت عليها معلقه زيت وزي الفل معانا اهيت، وهنسيبها بقى كده في جنب لما الصلصه بتاعتنا تتسبك نشوف هنعمل فيها ايه. بصوا كده معايا على الصلصه، تعالوا نبص بس كده على الصلصه، الصلاه على النبي يا حبايب قلبي، ريحتها خطيره. التوابل بقى مع الحبهان واللورة مع قرن الشطه وفص الثوم بقى اللي متحمر،
في الصلصه طلع ريحتها حكايه، انا لسه ما دوقتش طعمها بس ريحتها حكايه. بصوا بقى اهي اخر حته فيها اهي اهي. هكمل سواها برده. بصوا كده معانا على الفرخه، طالعه على النبي. بصوا شكل الفرخه معانا، شايفين الشوربه رايقه ازاي وزي الفل. فكده ايدك شويه توتو. بصوا ما شاء الله يا حبايب قلبي شكل الفرخه عامله ازاي، ما شاء الله لا قوه الا بالله. انا هديها قلبه بقى كده، اوديها الناحيه الثانيه كده على صدرها عشان تستوي. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. طبعا احنا عارفين ان الفراخ البلدي ما بيتحطش فيها حاجات كتير، هي بس حطينا لها البصل والجزر واللورة والحبهان وجوز الطيب وشويه الدقه اللي انا كنت دعكاها بيهم بالفرخه، بقيتهم دلقتها في قلب الشرب وهسيبها بقى كده تكمل شويه يا حبايبي. وان شاء الله بعد ما نسوي الاكل بتاعنا واحمر الفرخه بتاعتنا الحلوه ديت، ممكن احمرها معاكم برده لو انتوا حابين، بس انا مش عارفه على حسب الظروف هحمرها معاكم او احمرها واجهز اكلنا واوريكم شكل الاكل بتاعنا اللي يفتح النفس وبالف هنا اللي ياكل يا حبايب قلبي. حبايب قلبي بكده نكون خلصنا الاكل بتاعنا النهارده. الديك البلدي بتاعنا اهوت ما شاء الله لا قوه الا بالله، حمرته وزي العسل يستاهل بقكم، وشويه شوربه عسل عسل عسل. قرب كده يا احمد وريهم شويه الشوربه والدسامه بتاعتها ما شاء الله. وعملنا المكرونه السباكيتي وسيبنا برده طبق مكرونه سباكيتي كده وطبق الصلصه بتاعنا اهوت. اللي حابب ده لوحده وده لوحده براحته خالص. وبكده نكون خلصنا يا حبايب قلبي. ما ننساش نعمل لايك واشتراك وفعلوا زر الجرس عشان قناتنا تكبر بيكم.